لان موضوع اخويا ده عندي ما فيهوش لا يقبل النقاش ولا يقبل المساومه، والذي بعث محمدا بالحق انا لو واخد اخويا واخده وخلال ايام واللي يجرى يجرى، بس ما حدش يرجع يلوم بقى غير نفسه، لان انا هاخد اخويا هاخده، موضوع منتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. كنا قلنا لحضراتكم إن في 5 أسباب رئيسية للاستقالة، وإن احنا هنبدأ بالسبب الأول اللي هو الطبيب الشرعي الفاسد ده بتاع اسكندرية اللي زور القضية على أخويا. في سبب بقى احنا يعني من تسارع الاحداث او الوقت نسيناه. السبب ده يخصني انا الحقيقه، وده سبب برضه من اسباب الاستقاله. قلنا نبدا بيه النهارده ونأجل الطبيب الشرعي للخميس القادم باذن الله، يعني لعل وعسى، رغم ان انا عارف ان ما حدش هيعمل حاجه وان ده تحصيل حاصل، بس قلنا نبدا بالسبب ده النهارده ونأجل الحديث عن تزوير الطبيب الشرعي جمال عبد الرازق عبد العال. التقرير ده نخليه الاسبوع القادم باذن الله. السبب ده الحقيقه هو ان انا شخصيا وانا قاضي لما لقوا بقى ان انا مش راضي اسيب اخويا ومش راضي ابعد عن موضوع اخويا، واتفاجئوا بقى بظهور حاجات كده يعني ادله قاطعه ما تقبلش الجدال ولا الحديث، فاجتمعوا هم مع بعض بقى قال لك نعملوا فيه ايه بقى اللي هو مش راضي يسكت ده. عقلهم هداهم، قال لك اعمل له قضيه واحبسه. اعمل له قضيه واحبسه دي عملوا قضيه يعني عقوبتها السجن المؤبد، مزوره طبعا. عملوها لي، بس لما عملوها هو ما هوش فاهم ان انت يعني انت بتزور عليا تحيات وانا اصلا كانت شغلتي التحيات. انت بتزور عليا قضية وانا اصلا عمري الوظيفي كله في التحيات في المحاكم. مش ممكن يعني انت عقلك يعني ما يتقالش عليها يعني انت عبيط ولا ايه؟ هي مالهاش غير كده. يعني لما تيجي تزور ماشي تعمل، ما اختلفناش، انما تيجي يعني هتزور عليا انا يعني بصراحه كانت، بس الحقيقه انا كنت متوقعها. قلت هيقول لك نخلصوا منه ازاي؟ اعمل له قضيه وابعته على المحكمه، والمحكمه سجن مؤبد، والمحكمه بقى والنقض قبول ورفض وتأييد، واطلع بقى على السجن بقى، تطلع بعد 25 سنه ولا 30 سنه يا عالم بقى، يكون ناس عاشت وناس ماتت. ربنا هداني في اليوم ده، كان يوم سبت الحقيقه، كنت في اسكندريه والتحقيقات كانت شغاله فوق من يعني بالهام كده من عند ربنا. قلت لاحد الساده المحامين اللي كانوا معانا، يعني هو ابن عمي، قلت له الجماعه دول بيزوروا فوق القضيه. قال لي لا 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 مستحيل، ده انت المبني عليك فيه. قلت له يا عم اسمع بس اللي بقول لك عليه، الجماعه دول هيزوروا عليا قضيه، يعني هيزوروا عليا قضيه. المهم رفض واصر على رايه وبتاع وقال لي مستحيل. فخدت انا بقى العربيه وطلعت رحت القاهره محكمه النقض. دخلت لمعالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء انذاك، ده الصراحه اكتر واحد محترم قابلته في الهيئه كلها. بلغته الاول، استغرب الموضوع وازاي ومش ازاي قلت له الجماعه دول جايين بكره، وحماده بيه جاي بكره وجاي يرفع الحصانه، ولو رفع الحصانه يوم الاحد يوم الخميس هاخد تأبيد. فلو خد رفع الحصانه بكره انا مش هستنى بقى يوم الخميس، انا هذيع التسجيلات على طول، مش هستنى.
خلاص بقى يبقى الحرب قامت واللي يقدر على حاجه يعملها. الحقيقه الراجل ده مشكورا هو وكان معاه برضه في المجلس على ما اتذكر كان معاه وزير العدل الحالي. الاثنين دول ودول يعني من اكتر الناس احتراما اللي انا قابلتهم. ما حدش عمل لي حاجه بس ما ضرونيش. رفضوا رفع الحصانه، وده كان يعني سبب من ضمن الاسباب اللي هي يعني ما انا قاعد في هيئتي على المنصه وانت شغال عمال تزور عمال على بطال. لا وايه انت مش بتزور بس، لا ده انت بتزور وكله عارف الشخص اللي بيزور ده بالاسم، يعني هو معروف في الهيئه ومحدش عارف يشيله. مسنود هو الحقيقه، مسنود سنده جامده من حد معين احد اقربائه، مسنود سنده من حديد. فانت بتزور عليا، يعني انا جيت بصيت كده قلت لا انتوا بقى هتقعدوا تزوروا عليا النهارده، كنت عامل لي تأبيده بكره ممكن تدخلني في اعدام. لا انا ماشي بقى ويعني بعد ما قيمت الموقف ككل كده، يعني اخويا يبقى نايم ياخد ياخد 15 سنه توديه عند محمود كامل الرشيدي. طب انا بقى هتوديني عند مين؟ ما محمود كامل الرشيدي ده مخلف، وده كان سبب غير الاسباب الخمسه اللي احنا بقى هنبدا بمشيئه الله تعالى من يوم الخميس الجاي باذن الرحمن. نبدا بحلقه الطبيب الشرعي، هتكون حلقه دسمه جدا، لان جمال عبد الرازق عبد العال ده انا مسجل له وراه، يعني مسجل له. فيعني ربنا يهيئ ما فيه الخير، واتمنى من الله ان يعني اصحاب العقول في الهيئه القضائيه الموقره يتدخلوا، لان موضوع اخويا ده عندي ما فيهوش لا يقبل النقاش ولا يقبل المساومه. والذي بعث محمدا بالحق انا لو واخد اخويا واخده وخلال ايام واللي يجرى يجرى، بس ما حدش يرجع يلوم بقى غير نفسه، لان انا هاخد اخويا هاخده، موضوع منتهي. شكرا لحضراتكم، ونلتقي بمشيئة الله الاسبوع القادم في حلقة جمال عبد الرازق عبد العال رئيس قسم الطب الشرعي في اسكندرية، اللي هو الفاسد ده اولهم ان شاء الله. نلتقي على خير باذن الرحمن. شكرا لحضراتكم.